ده يوم في حياتي لما تم اختياري اكون واحده من اهم 20 شخصيه مؤثره في 2025. بكل بساطه انا ومنية. بس في البدايه تهنا عن مكان الفوتوشوت، بس طبعا انا اتصرفت بقوه الابوان السحريين. شمالي في كوبري. وكانت معايا شمس المصوره واهم حد في التيم بتاعي. من كتر ما احنا ما كانش عندنا وقت كنت ببعت الايميلات للكلاينتس عندي في العربيه. ووصلنا الاستوديو بس حصل مشكله، الميك اب كان فيه غلطه مبوظه الصوره كلها، فمسحته وبدات اعيد من اول وجديد. وبعدين بداوا معايا اسئله في المجله. بعد ما عملنا الشوت بنجاح اجبرتهم يسمعوا رايد جزائري. شحال عندك دراهم ولا تذكر قلبي ما بغاش ما يتذكر قلبي خسهونا. ما تستغربوش، بصراحه حاسه اني كنت موديل. وخلصنا، واهم حاجه في اليوم الاكل. رحنا محل صيني في المعادي مستخبي، ولبست جاكيتين فوق بعض ما تستغربوش من البرد. واحسن احساس لما خلعت الهيلز، كنت هكتب وصيتي من كتر الالم. المهم الاكل وصل. ويا جماعه انا بحب قوي الاكل الاسيوي. المكان عندهم بيصنعوا النودلز بنفسهم من اول العجينه، واحسن حاجه السويت اند ساور من غير خضار زي ما بحب. ولا اقول له بقى شيل الطعميه ولا اقول له بقى شيل الفلفل ولا البصل. خلصنا ورحت كافئت نفسي. اشتريت مجات جديده من مكان تحسوه جاي من ايطالي. وحبيت اقول لكم ان دي بس مجرد البدايه. انا ممتنه جدا لدعمكم وممتنه للتيم بتاعي. وما تنسوش دايما حطوا احلام، عشان كده كده هتتحقق.